أول مرة حلمت فيها ما كنت أدري إن الحلم راح يصير صدق، لكن لما شفت نفس الشيء يتكرر قدامي عرفت إن في شيء قاعد يطلع من أحلامي. كنت أحلم بأشياء غريبة، مو كوابيس عادية، كوابيس بشكل غريب، أشياء تنكسر، حوادث تصير وكأنها قاعدة تصير فعلا مو بس بالحلم. أول حلم شفت كوب يتحرك بروحه بالمطبخ، كنت واقف أطالعه مو قادر أتحرك، وفجأة طاح وانكسر. قمت مفجوع، حاولت أقنع نفسي إنه مجرد حلم، لكن بعد ساعات نفس الكوب تحرك بنفس الطريقة وانكسر بنفس الشكل وبنفس الطريقة اللي بالحلم. هني عرفت إن في شيء غلط. بعدها حلمت بالمراية، كنت أفرش أسناني وفي شيء واقف وراي بالانعكاس، ما كان يتحرك بس كان يراقبني. فجأة المراية تشققت وانكسرت. اليوم اللي بعده صار نفس الشيء بالضبط، حتى نفس الصوت، نفس الشق. كل حلم كان يتحقق، كل حلم كنت أشوفه بالصدق، لكن أسوأ حلم كان بالمصعد. شفت المصعد يطيح، الأنوار تطفي والحديد يهتز، وصوت ناس تصارخ. فقلت حق ربعي لا يركبونه، لا حد يركب هالأسانسير، بس واحد منهم ما صدقني. دخل المصعد وبعد ثواني انقطعت الكهرباء، ومن بعدها اختفى وما شفناه مرة ثانية. هني استوعبت الحقيقة، الأحلام ما كانت تنبؤاً للمستقبل، هي اللي كانت تسببه. وكل ما أتكلم عن حلم يصير بالصدق، يصير بالواقع. آخر شيء سويته إني صورت نفسي وقلت إذا ما سمعني أحد يمكن يوقف، لكن ما رجعت أشوف الفيديو. شفت شيء واقف وراي بنفس المكان اللي كنت أحلم فيه كل مرة، وكان أقرب من ما كان بالحلم.